سلام الزينات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد، وان شاء الله تكونوا بافضل الاحوال. نبداو كالعاده الفيديو تاعنا بالصلاه والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كما راكم تشوفوا البنات، جبت لكم روتين جديد، يعني كما راكم تشوفوا مقارونه جبتها لكم على وصفتين، يعني وصفه الأولى اللي هي بالطوماطيش عادية، والوصفة الثانية راح تشوفوا معايا إن شاء الله في آخر الفيديو. راح نعطيكم الوصفة بالضبط وراح تعجبكم. أنا البنة نضمنها لكم، البنات جات روعة روعة روعة. المهم البنات، ما تنسونيش باللايك والبارتاج ونقول لمشتركاتي شكرا لكم على الدعم حبيباتي، ونرحب بمشتركاتي جدد نقول لكم مرحبا بكم. الدار داركم والقناة قناتكم. تفاعلوا مع الفيديوهات البنات، ما تنسونيش يعني بالبارتاج، لانه قبل ما تقفل العام لازم نكون كملت الشروط، والا راح تتراجع لي القناه. يعني ما تفشلونيش البنات، يعني فضلا وليس امرا. حاولوا انكم تبارطاجوها لو ماكسيموم، يعني مع حباباتكم وصحاباتكم. وان شاء الله عائلتنا تكبر بكم. هنا البنات بديت الروتين تاعي بالماعن تاع، ما نقولكمش الماعن غير تاع الفطور، مره هذه تاع العشاء ماشي تاع الفطور، ما نقول لكم غير تاع الفطور. الصباح هذا تما كنت مريضه قبل ليله قبل بالحساسيه، جاتني حساسيه موسميه قويه. واش نقول لكم البنات، يعني شفت الموت بعينيا. جاتني شغل في عينيا وكأني نحس انه عينيا معمرين رمل. يعني اللي يشوفني يقول لي واقيلا رمد ماشي حساسيه، لا هي حساسيه ماشي رمد. لانه العام اللي فات ثاني حكمتني كيما هكا، وحتى انا رحت للطبيب وجبت لاباري وجبت يعني لي كومبريمي والقطرات باش ارتحت. العام هذا ثاني كيف كيف، ونسيت ما سبقت لهاش يعني بالدواء. يعني قلت دوك تروح هي ماشيه وتزيد. والحمد لله الان راني لاباس. رحت للطبيب جبت الدواء وشربت ودرت القطرات، تحسنت لاباس الحمد لله. المهم البنات، نص الصباح لقيت الكوزينه تضرب من الطرف للطرف، يعني لماعن واش نقول لكم. بديت غسلت لماعن كامل حطيتهم، بعدك رجعت للكويزينيير غسلت هذوك المهم غسلت الحوايج تاع الكوزينيير كامل. وعندي واحد البرودوي البنات نستعملوش نقول كي ينحي الغبينه، اسمه فورس اكسبريس تاع الكويزينيير. وهو ماشي غير الكويزينيير، سيته في واحد البقع البنات في الارضيه تاع الزيت، فيها الزيت، وثاني في الحيط. يعني ساعات كي نعودوا نطيبوا يطير هذاك الزيت تاع القلي في الحيط، خاصه كي تعودي صبغه بهذيك الصبغه اللي تجي رطبه. راح شوفوا البنات كيفاه، مع اول ما درته بدا يخرج هذاك الوسخ. مع ديريه راح تلقي نتيجة فورية. قلت لكم يعني عندي واحد البلاصة كانت فيها بلايص تاع الزيت، البنات مع درتها طارت كاملة، يعني سبحان الله. انا حسبته غير تاع الكويزينير، بعد قلت والله غير نسيه طراه في الحيط. ينحي يعني الوسخ تاع كل بلاصة، خاصة الدهون المتراكمة. شوفوا البنات، حكمتها بالشيتا تاع دونتيفريز بركة. وحكيتهم لانه الكويزينير هذا عجيب غريب. شوفوا كيفاه دايره الوحده تاعو، جات شغل يعني فيها البلايص وين يتحرقوا ولا يصيح عليهم الزيت ويبقى حاكم فيه، ما جاش يعني مسطحه كما الاخرين. المهم كملت مسحت الكويزينيير تاعي. هنا رحت للدوش. ثاني كنت درت له شوي جافيل وشوي اومو، خليته يعني وقت من بعديك رحت نحك فيه كيما راكم تشوفوا. يعني الدوش والطواليت اعزكم الله، يعني لازم كل يوم، يعني النظافه تاعهم لازم كل يوم، من الفايونس من الكارلاج يعني من كل حاجه لازم تتنقى يوميا. يعني ماشي تاع نخلوه مده اسبوع ونروحوا ننقيوه، لا لا لازم يوميا هذا. آه كيما راكم تشوفوا البنات، كنت نخدم بيد ونصور بيد، وكنت يعني مازلت شويه عيانه نخدم وانا فاشله، مانيش ناشطه كالعاده. وبنتي الليله هذيك كانت بايته عند عمتها. كي تقريبا كي قريب نكمل باش جات هي، على اساس انه انا كنت رايحه لقسنطينه ندي ولدي للطبيب، شويه ما رحتش. كي ناضت الصباح وجات لقيتني ثم، يعني قالت لي ماما علاه ما قلتي ليش اني جيت عاونتك على الصباح. المهم البنات، هنا الشومبرا تاع الذراري، زدت رتبت السرير تاعها. شوفوا البنات لاوس هذا اللي خدمته، ما خدمتش يعني بالاوني، خدمت بالدرا مباشره. درت له درتو لاوس ودرت مخده.
يعني ما حبيتش ندير الاوني لانه تعرفوا الاولاد يعني يوسخوا. وليت درت هذا مباشره. وها هو الاوني تاعو درت منه المخاد. شوفوا اعطوني رايكم البنات. هنا البيرو تاعهم راني خليت الحوايج تاع ولدي قاعد يحفظ، قال يا ماما ما تهزي والو غير حطيهم ثم الفوق باش ما نبقاش نفركت عليهم. هنا البنات كيما راكم تشوفوا، شوفوا ولدي الصغير واش دار لي بالفاسر، يعني كنت صبغته كي غير البيرو هذا درت له الفرني هذاك منه فرني منه صبغه. شوفوا واش دار لي بالفاسر. هنا رتبت الغرفه تاع الاولاد ورحت للشمبره الاخرى تاع بيت القعده يعني اللي فيها تلفزيون. ثاني رتبت لي بونكات. هنا ثاني بنتي تحفظ هنا في الشمبرة هذه، يعني كل واحد حكم لي شمبرة. والصالة هاي لكم البنات يعني قافلتها واحد ما يدخلها. ننظفها ننفض لها الغبرة نمسحها ونغلقها، يعني ما عندهم حتى صالح بها. ما يدخلوش لها خلاص. حاطه فيها انا ماشينتي وشوفوا البنات وراني مرونتها نرونها كامل ديما كيما هكا ونخرج نخليها كي نكمل الخياطه نخرج نخليها. قلت وليت دخلت فرزتها. شوفوا البنات لي بوشات هذو ما خدمتهم، اذا تحبوا ندير لكم فيديو خاص ليهم قولوا لي في التعليقات وراح ندير لكم الطريقة بالضبط. يعني طريقة جد جد سهلة البنات، ممكن ديروها كمشروع مصغر تسترزقوا منه. إذا عجبتكم شوفوا الحجابات اللي خيطتهم البنات، أعطوني ثاني رايكم فيه. هذا حجاب خيطته لبنتي، ما زلت ما درتلوش الكفة برك. هاوليكم الشكل تاعو، درته على شكل في ودرته لارج. هذا لي موديل اللي خرجوا جدد، هذوما اللي مؤخرا يعني يلبسوا فيهم البنات. وثاني هذا ثاني حجاب موديل واحد اخر. قولوا لي رايكم في التعليقات البنات. وهنا بعد ما فرزتها كي يطلع لك المورال، هاي طلعت الحل تاع المشي تاع القماش فوق الماشينه وغلقت الصاله تاعي وخرجت. هنا بنتي جات تكمل في الميناج معايا، هاي تصل في البوتاجي. انا قلت لها انتي غسلي خليني نرتاح وانا نصور شويه. كيما تعرفوا البنات الخدمه تاع الدار والله ما تفض. يعني قالت لي ماما واش ظهرت لك الصباح وانتي ما زلتي مريضه؟ قلت لها خلي برك، قلت لها ما حملتش الدنيا تبقى كيما هك مسخه. هي ثاني راهي تحفظ الايامات، عندهم اختبارات الاسبوع هذا ان شاء الله. ربي ينجح وليداتنا كامل وربي يوفقهم. لازم يحفظوا شويه على الاقل، يجيبوا لنا شويه يعني يفرحونا معدلات. مع القرايه دركا صعبت، لازم ليكور لازم كذا لازم كذا. انا ولادتي ليكور ما يفهموش عليه، ما فهمتش عليه. يروح نقريهم يعني ندخلهم يقراو ليكور يقولوا ماما ما فهمنا والو غير ما كان لا تخسري سوا. شوفوا البنات هنا كي درت الفورس اكسبريس شفتوا كذا الخماج اللي خرج من هي، يعني اول ما ضربت بالفروتوار خرج هذاك الماء شغل اصفر. راهو تاع البلاصه هذيك كانت عندي فيها ليدام، عييت حكيت باللومو هكذاك ما تنحاليش، بصح كي درت له هذاك البرودوي تاع فورس اكسبريس خرجت تشعل البنات. وهنا بعد ما كملنا الميناج سيقنا نظفنا كملنا. هاي ليكم الحالة كيفاه نقية، هاي ليكم كلش يعني رجع يشعل شعيل البنات. حبيت ندير لكم شوية طاقة إيجابية تنشطوا شوية. على بالي الايامات هذوما ثقال، مانيش عارفة اسكو نتوما كيما انا ولا لا. راني نشوف فيه مثقال اثقل من يعني من جبال، يعني الله المستعان. ما فهمتش نوض الصباح نوض مدقدقة في الليل مدقدقة في النهار كيف كيف. هنا صورت لكم شوية الحوش تاعي. هنا هذه البلاصه كي غير غرست فيها الدبشه ولا الكسبور كما يقولوا في بلاصه اخرين. مازال ما طلعتش مليح. خرجنا الزوار خرجنا زرابه في الحوش. شويه مقتطفات برك يعني باش نكسر لكم يعني هذاك التعب. هنا نروحوا للمقارونه تاعنا. درت شويه دجاج ماشي شرط تكون ياسر، يعني حتى ولو عندكم كراكاس. درت الزيت، درت حبه بصله تكون كبيره. انا المقارونه تاعي البنات ما نحبش ندير فيها الثوم. ما نعرف انتم ديروا فيها الثوم ولا لا. انا نحبها بلا ثوم لانه الثوم نحسو يجي طعمته باينه في المقارون. هنا درت الفلفل الكحل، درت فلفل احمر، درت كزبر، درت توابل مشكله. واش درت ثاني يا البنات؟
هذا ما كان. نعاود لكم لي زيبيس، درت فلفل الكحل، درت كزبر، درت توابل مشكله، ودرت فلفل احمر الحار اللي زيت، وهذوك اطراف تاع اللحم يعني غير شويه برك، حطيتهم يتقلاو. هنا جبت الكاسرونه اللي راح نغالي فيها المقارونه تاعي، درت فيها حوالي لتر تاع الماء، 2 ورقات رند، شويه ملح شويه زيت، وحطيتها تغلي. هنا نقلي مليح التوابل تاعي والبصله، ضفت مغرف تاع هريسه البنات باش تجيني محرحره، الله الله تنحي ذات الغمه البنات. وهنا درت 2 مغارف تاع طماطم كونسونطري اكيد، يعني لي بات يوقفوا على الطماطم. نقليو مليح باش تنحى هذيك الحموضه تاع الطماطم، ونمرقو قيس يعني لتر تاع الماء، يعني قيس ما طيب لينا هذيك لاصوص وتخثر شويه. هنا بعد ما غلالي الماء درت رطل تاع مقارونه، ونخليها تغلي حوالي 8 دقائق البنات، ما تخلوهاش تطول باش ما تطيب لكمش ياسر، يعني باش ما توليكمش عجينه. هنا نروحوا لاصوص الابيض تاعي البنات، درت كاس تاع حليب، كاس هذاك تاع وليد، درت فيه فرماج يعني جبن ابيض، درتها 4 حبات مثلثات، ودرت نص باكي تاع هذاك تاع فرماج رابي اللي نديرو به البيتزا، ونحطها تغلي، لاني راح ندير نفس النصف الكميه. اذا راح ديروا رطل مقارونه كامل يعني ضاعفوا فقط المقادير. درت شويه فلفل الكحل، شويه فلفل احمر، وشويه ملح، شويه باك الملح ما تكثروش البنات، ونخليها تغلي حتى يثقال هذاك لاصوص، راح يثقال وحده بلا نشا بلا والو، فقط من هذاك الفرماج البنات راح يولي ثقيل. شوفوا كي يذوب الفرماج يغلي غليه ولا زوج وطفيو عليه، راح كي يبدا يثقل لكم الصوص تاعكم طفيو عليه. هنا بعد ما طابت المقارونه تاعي البنات صفيتها ودرت لها مغرف تاع زبده، ما تنساوش الزبده البنات، راح نضيف لكم بنه على بنه. ولا لاصوص تاعي راهو يطيب البنات، بعد ما يطيب ويختار مليح راح نفتح لاكوكوط ونحي الطرف تاع اللحم، وراح نحط المقارونه اللي راح ندير فيها الصوص بلانش، نحي نصها وندير لها شويه يعني من لاصوص الاحمر كما راكم تشوفوا، يعني دوبل صوص احمر وصوص ابيض. واللي بقات لي نضيفها في هذاك الصوص، جات حاره البنات واش نقول لكم، يعني اللي تاكلوها راح تقولوا هذه خير من اختها. جربوا فقط الوصفه، تبعوا المقادير وراح تعجبكم باذن الله. هذيك اللي درت فيها لاصوص ابيض هاني زدتو فيها البنات، ونخليها تغلي شويه، تجيكم روعه البنات، روعه روعه روعه. تحبوا تدخلوها تقراتينيوها يعني في الفور، يعني ديروها في البلا تاع الفور وحطوها في او ديروا لها الفرماج من فوق ودخلوها للفور وقدموها. تحبوا ديروها كيما درت انا فقط يعني في فوق الغاز، راح تجيكم ثاني بنينه البنات، والله ما خلونيتش يعني ملف ارطل تاع مقارونه نقسموا على مرتين. نهاوليكم والله كملوه في ليله واحده. هذيك تاع لاصوص الاحمر البنات هاني درتها وحدها في صحن، حطيت عليها الطرف تاع اللحم هذوك، ونحيت مرسوم اللحم في التتو ودرتو في المقارونه الاخرى. ومادام وصلتوا البنات للفيديو وصلتوا لهنا، ما تنسونيش يعني تشتركوا، عفوا تبارطاجوها مع احباباتكم وصحاباتكم، ودعموني البنات فضلا وليس امرا، لانه قبل عام لازم نكون كملت الشروط كامل البنات. وهذه هي البنات، هذه وصفتنا كانت حاضرة. نتمنى يعجبكم الفيديو ويلقى استحسان ويلقى تفاعل منكم. المقارونة هذه تشهي البنات، جربوها وردوا لي الخبر في التعليقات، يعني اللي جربتها تقول لي رأيها في التعليقات. ونقول لكم تاكلوا بالصحة والهنا، ودمتم أوفياء لنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدونك هذه الحياة فراغ ووحدك من يستحق الحياة، فلطفك إني أتيتك قلبا مضيعا ويسأل حبل النجاة، سريت بروحي